الفيديوهات اللي فاتت كلمتكم على بنك الكتروني اسمه مايفين، واللي بعتبره واحد من افضل البنوك الالكترونيه، بس اهم حاجه تلتزم بالشروط والاحكام عشان حسابك ما يتقفلش. في الاخر هم نزلوا خاصيه تقريبا عمري ما شفتها في اي بنك الكتروني، وهي خاصيه الاستثمار في الذهب. ان انت مثلا بيبقى معاك مبلغ معين من دولار او يورو وتحوله لسعر الأونصة، تبتدي من 1% من الأونصة وبعد كده تبيعها وقت الغلو. اتمنى ان انتوا تركزوا معايا كويس قوي في الكلام اللي انا هقوله. يلا بينا على طول ندخل على تفاصيل الشرح. منظر التطبيق زي ما انتوا شايفين، طبعا انا حسابي هنا بريميوم اكونت، لكن في شيء مهم جدا قبل ما اتكلم على الجولد اكونت. لو ضغطت هنا على بريميوم بيعرفني هنا على انواع الحسابات. فانا مثلا لو انت حسابك ستاندرد، عشان تفتح الجولد اكونت هيكلفك 3 بلغاريان ليف، كل شهر بيخصم منك 3 برضو تانية. البلغاريان ليف دي بتبقى حوالي نص دولار، فبالتالي كده ان انت هيخصم منك دولار ونص عن كل شهر، وبرضه دولار ونص عن الفتح. اما لو حسابك متقدم شويه واللي هو الادفانسد، وكنت اتكلمت على الفروقات بين الثلاث حسابات في الفيديو اللي ظاهر قدامكم، بيخصم كل شهر حوالي اللي هو 1.5 من عملة البلغارية اللي هي حوالي 75 سنت، والاكونت مينتننس اللي هو الصيانة الشهرية زي المصاريف الدورية كده برضو بيخصم 75 سنت من حسابك. اما بقى لو حسابك بريميوم زي بتاعي، انت مجرد بتفتحه مجانا، وحتى المصاريف الشهريه مجانيه، فطبعا ده افضل شيء. لكن طبعا حساب البريميوم بيكلفك 10 يورو كل شهر. حبيت اقول لكم بس في بدايه الفيديو عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، يعني ايه جولد اكاونت؟ يعني ان انت بتشتري مثلا معاك رصيد، مثلا زي ما انا هعمل كده 20 دولار مثلا، هتشتري بيهم مثلا عدد جرامات معين او عدد سنتيات معينه من الذهب، وبالتالي كده مثلا بتستنى عليهم يتحولوا للذهب، يبقوا فضلوا على التطبيق، تيجي بقى تبيعهم في وقت معين يبقى الذهب سعره عالي، بالتالي ترجع تحولهم تاني لدولار او يورو، تبقى كسبت فرق الفلوس اللي الذهب زاد فيها. يعني اشتريته مثلا ب 10 دولار وبعته ب 15، منه التطبيق يكون استفاد ان هو فضلت الفلوس انت سايبها على التطبيق وهم استفادوا منها، منه تبقى انت كمان استفدت من الشراء بسعر قليل والبيع بسعر عالي. فخلينا كده نجرب مع بعض تجربه عمليه. طبعا انا كنت شرحت لكم قبل كده طريقه الايداع في الفيديو اللي ظاهر قدامكم، فانا دلوقتي هضغط هنا على الجولد اكونت كده. هنا بيقول لي انت عايز تشتري بانهي عمله، اختار مثلا بعمله الدولار، عايز احول مثلا الدولار، وهعمل هنا اوافق على الشروط والاحكام، وبعد كده هعمل هنا اوبن. زي ما انتم شايفين الحساب اتفتح بدون اي مشاكل في ثانيه واحده، ولا طلب اي اثبات دخل ولا طلب اي حاجه. زي ما انتم شايفين الحساب اتفتح تحت. طب ازاي بقى احول له من عمله الدولار؟ اجي هنا عند الدولار وبعد كده بضغط هنا على اكتشينج، فبيقول لي انت عايز تحول قد ايه، فانا هختار مثلا ان انا عايز احول لحساب الذهب ده اللي هو 2 من حساب الدولار. هو بيقول لي انت عايز تحول قد ايه ذهب، فانا هقول له مثلا انا عايز المبلغ ده ذهب، فبيقول لي اللي هو يكافئ 18 دولار 97 سنت، فانا بضغط هنا على بروسيد. فبيقول لي انت متاكد من المبلغ ده؟ بيقول لك دلوقتي ان الريت للأونصة الواحده هو 1897 دولار، فانا هختار 1 على 100 من الأونصة. فبيقول لي والله الواحد على 100 من الأونصة هيديني حوالي او ما يكافئ 18 دولار و97 سنت. بضغط هنا على بروسيد، بعد كده بيأكد عليا ان انت عايز تحول من الى، بعد كده بضغط هنا على كونفيرم. بعد كده خلاص مبروك تم تحويل المبلغ اللي هو 18 دولار 97 سنت. دلوقتي انا اقدر بقى استنى الوقت اللي الذهب يزيد فيه وارجع اعمل نفس العمليه. انا ما حبيتش اكمل الفيديو الا بعد كام يوم، اما سعر الذهب زاد شويه على التطبيق. فالمهم دخلت على التطبيق لقيت ان سعر الأونصة الواحده زاد. فانا دلوقتي لو جيت عملت اكتشينج هتلاقوا مثلا ان انا لو عايز احول من هنا للدولار اداني هنا 18 دولار و28 سنت، وبالتالي كده انت كل ما تنتظر وسعر الأونصة يزيد، وكده كده هو بيزيد، انت كسبان. وزي ما قلت لكم انت مثلا لو بتعامل مع بنك الكتروني وعايز حاجه زي حساب توفير، لكن مش عايز تعمل موضوع الارباح والكلام ده، لكن عايز تستفيد كانك ان انت تجمد فلوس في حاجه معينه وبعد كده تحولها اما تغلى، دي انسب طريقه. اتمنى بكده ان انا اكون وصلت لكم الفكره. على فكره التحويل بعد كده للدولار مش بياخد اي رسوم، هي رسوم حتى في البدايه في التحويل هو بيديها على سعر اقل شويه اللي هو سعر الشراء، وهنا سعر البيع السعر الطبيعي. اتمنى بكده ان انتوا تكونوا فهمتوا قصدي. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.